السلام عليكم. يا هلا ويا مرحب بالغاليين. باشكركم كتير كتير على حجم التفاعل والمشاركة في قناتي وبقية التطبيقات. صراحةً مهما شكرتكم ما راح أوفيكم حقكم. وحابة أشكر كمان الناس اللي تابعوني والناس اللي دعموني وتواصلوا معايا ويساعدوني، ربنا يجبر بخاطركم ويجازيكم كل خير. لسه في خير في الدنيا فعلًا، ولسه في ناس كتير بتعرف ربنا، الحمد لله. اتفقنا إنه اليوم راح أحكي لكم عن تفاصيل القضية اللي لفقوها لي بعد ما رجعت من الإمارات، وبعد ما حب هو يجندني لحسابه الخاص وإني أجمع له معلومات، وأعطاني كاميرا في شكل قلم وإني أوصلها له، وبعد ما عرفني على عشيقته اللبنانية. حكينا هيك في الفيديو الأخير، وهلأ راح نكمل الباقي اللي صار وكيف هو لفق لي هالقضية. آه، أنا لما رجعت من الإمارات أنا كنت حاطة إني أنا راح أصفي كل شي في البحرين، من ممتلكاتي الخاصة، من شقتي، من سياراتي، من ذهبي، من شركة المغاسل اللي عندي، وحابة إني أرجع على بلدي وأصفي كل شي. فقط أنا كنت بسير لا أكثر، حتى إنه ما يضرني يعني، والآخر لحظة أنا ما أتوقع إنه يضرني، يعني كان وقتها أنا عندي فيه ثقة كبيرة جدا. لما بلغته قلت له أنا بعتذر منك وما راح أشتغل في هاي القصص وهالشغلات، أنا ما فيني أشتغل فيها. هددني وقال لي مش هدخل الحمام مثل طلوعه، انت راح تضلي تشتغلي معي مو بكيفك. انا هنا فكرت انه مجرد تهديد فقط، وحتى اني انا صرت بقول نفس الكلام، قلت له انا كمان عندي عليك تسجيلات ومكالمات و فانا فيني كمان اضرك مثل ما حتضرني، راح اضرك، ما راح اضل ساكته. ظل هو يصرخ في التليفون وما ادري شو. انا فكرت هذا كله تهديد وما راح يسخى فيني بالنهايه، احنا واكلين مع بعض عيش وملح. بس ما كنت اتوقع انه هو راح يعمل هيك بالفعل. أنا اشتغلت وقتها على إني أصفي كل شيء، ممتلكاتي وذهبي مثل ما حكيت لكم، وأبيع وأبعث وأرسل المبالغ لبلدي. ولكن هنا هو عرف إن أنا بصفي في كل شيء ورايحة أرجع على بلدي. أنا هنا كلمت أمي، قلت لها عزمتها يعني على البحرين تيجي لعندي الضيافة، وهي عمرها ما إجت على البحرين، وقلت خليها تيجي على الأقل لأول مرة. واحد ما بيعرف يعني يمكن أسافر من البحرين وما أرجع مرة ثانية. هنا أنا لقيت اتصال جاني بالليل في نفس اليوم اللي وصلت فيه أمي، لقيت اتصال وصلني من إدارة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في البحرين. إجاني الاتصال استدعاء رسمي تعالي مشان إفادة. رحت لقيت إنه القضية جاهزة، وما حتى ما يحتاج إني أتكلم ولا ياخذوا أقوالي، كله جاهز. لبست قضية غسيل أموال واتلفقت لي، ما بعرف على أي أساس وعلى أي معايير. تمام. وبعدين دخلت على التوقيف. هنا أنا في التوقيف تواصلت معاه، توقفت 3 أيام. بس التوقيف كان عندي شكل خاص يعني بشكل تاني عمري ما شفته. أنا بالنهار بكون في البيت عندي في شقتي مع أمي، بباشر عملي، بباشر كل شيء، عايشة حياتي طبيعي. فقط بيكون معايا دورية أمنية في البيت مشان يحرسوني ما أهرب أو أي شيء. وبالليل بروح أنام في التوقيف. حتى إنه في بنات الموجودين متوقفين وقتها فشكوا فيا، فكروني مرشدة، والصراحة أنا لو كنت مكانهم حاشاك بنفس الطريقة. كلمت رجل أعمال إماراتي، حكيت معاه، قال لي بالحرف الواحد ما تحكي ولا شيء، أنا راح أخلصك، بس أنت تضلي تشتغلي معايا وما تنهي التوكيلات وما تعملي أي شيء وخليكي معايا موجودة. وفي نفس الوقت قال لي أنا بعرف إنه أمك موجودة في البحرين وهي مرة عودة في السن يعني كبيرة، فأحسن لك إنك أنت تختاري الطريق الصح. فكري منيح، وهي اعتبريها نقاهة، ظلي هناك في التوقيف وفكري منيح واعرفي شو تختاري. تمام. أنا يا ويلي من أمي اللي أول مرة تيجي على البحرين ومرة كبيرة وما عندها أي ذنب. يا ويلي من حالي، يا ويلي من شو بالضبط. أنا وقتها بالفعل كل شي سود في عيني، مشني عارفة شو أعمل بالضبط. شو هالورطة اللي تورطتها، شو هالموضوع اللي دخلت فيه وأنا لا ليا فيه لا ناقة ولا جمل. ما أبغي شي، بس أبغي سلامة أمي لا أكثر. بدي إياها تكمل زيارتها وهي أصلا ما فاهمة ولا شي، ولا أنا حكيت لها ولا شي حتى، وترجع بعدين على بلد، يعني ترجع بعدين بكل صحتها، يعني ما يصير لها أي شي لا سمح الله. بالفعل أنا اتحطيت يعني في موقف لا أحسد عليه بالفعل. هنا أنا تواصلت مع المسؤول الأمني اللي يشتغل مع الشيخ وطلبت إنه يساعدني. عرضت عليه الموضوع وترجيته إنه يساعدني.
وقُلت له: "أنا ممكن يعني أفيدك، يعني عندي معلومات عليه، ممكن اعتبروني شاهد مَلِك، اعتبرني اللي بدك إياه، أنا عندي معلومات عليه وأنا أصلًا مو محتاجة إني حتى مستندات، أنا مجرد إني وكيلته بموجب توكيل رسمي موثّق، فأنا أي كلام أقوله صحيح لإني أنا مصدر موثوق فيه، يعني مصدر صح، أنا وكيلته بالنهاية." فقال لي: "شوفي أنتِ راح تطلعين، راح أساعدِك ولكن بشرط إنِّك أنتِ تعطيني 100,000 دينار بحريني، وفي نفس الوقت تبعتين مصاري للمغرب بلد زوجته، لإنه زوجته مغربية، تبعتي فلوس هناك لعيلتها لمّا تطلعي من التوقيف. أنتِ لمّا تروحي على النيابة ما تحكي أي شي، ولا تجيبي سيرة رجل أعمال إماراتي من أي طريقة، احكي أي شي، ولكن ما تجيبي سيرته." تمام، وطبعًا هذا الشي اللي عمله مش لسواد عيون رجل أعمال إماراتي، بس مشان يحسّوا إنه هو عمل له خدمة كبيرة وياخد منه هبرة كبيرة، يعني ياخد منه مبلغ وقدره، مش هيك يعني، ما راح يمرّقها هيك بمعنى أصح. مع إنه يعني لإني أنا باعرفه أصلًا هو كان ساخط كتير على شغله مع الشيخ، يعني هو سمّوه جلاد البحرينيين، وهو كان على طول كان بيشكي لي وهو بكُلّه حقد، بيقول لي: "أنا باشتغل مع الشيخ، صحابي كلّهم اللي كانوا معايا وزملائي وأندادي في الشغل كلّهم في مراكز ثانية صار معاهم بيوت وأنا باشتغل وباروح على استراحات الشيخ وبادير ممتلكاته، وفي النهاية أنا ما عندي شي، يعني حتى ساكن في بيت عيلة أبويا يعني، مع أختي ومعاه وماني واخد حتى راحتي." فهو كان عنده حقد، تمام، وكان عنده مجموعة طموحات هو وزوجته، فحابين إنه هم يحققوها عن طريقي أنا، على حسابي أنا. فأنا وقتها اضطريت إني أوافق مجبورة، ما عندي شيء أعمله يعني، وافقت، قُلت له: "تمام." ووعدته إني أعطيه الرشوة. وأول ما رُحت على النيابة العامة تحقيق، جددوا لي حبس 7 أيام على ذمة القضية. رجعت على التوقيف، في نفس اليوم اللي رجعت فيه على التوقيف، سمو الشيخ تواصل مع لمّا أنا وافقت طبعًا على الرشوة إني أقدّم رشوة للمساعد بتاعه، هو حكى له عني، فهو وافق إنه هو يكلم النائب العام، وبالفعل طلعت أنا يومها في نفس اليوم طلعت أنا من التوقيف مع إنه مجدد لي 7 أيام حبس، طلعت من التوقيف، ورجعت على بيتي وعِشت حياتي طبيعي وأمي سافرت ولا كإنه في شي صار. نظرًا لطول الفيديو، أنا راح أرجع أعمل لكم فيديو ثاني أكمل لكم بقية القصة اللي صارت معايا بعد ما طلعت من التوقيف، وبعد ما سددت مبلغ الرشوة. ما راح أنسى أشكركم يعني صراحةً يعني راح أشكركم وما تنسوني وضلوا ادعموني، وإحنا ما راح نقطع عن بعض، وراح أوافيكم بكل جديد، وراح أحكي لكم أول بأول يعني. اللي صار معايا، وإن شاء الله يا رب بشاير الخير بدها تهِل وتبان، وإن شاء الله يا رب على وشكم بعد رب العالمين بفضلكم يعني يتم تبرئتي ويتم يتفتح القضية من جديد وناخد كل واحد ياخد حقه، وكل مسؤول يتحاسب. السلام عليكم.